كلنا مرينا بيوم دخلنا فيه الامتحانات مش مذاكرين كويس ودماغنا مش مركزه، بس في طرق لو انت فهمتها تقدر تحل على الاقل 50% من اي امتحان، وحتى لو معلوماتك قليله. في الفيديو ده ان شاء الله هقولك على استراتيجيات الغش الشرعي. ايوه زي ما بقولك كده، استراتيجيات الغش الشرعي. هو مش غش بمعنى غش، هو غش بمعنى ان انت تستغل كل حته في ورقه الامتحان لصالحك. قبل ما نبدا في الفيديو بتاع النهارده اتاكد ان انت مشترك في القناه عشان تشوف الفيديوهات الجايه، علشان مفيش اي فيديو ينزل على القناه ويفوتك. ويلا بينا نبدا في الفيديو بتاع النهارده. واول استراتيجيه عندنا النهارده، اقرا السؤال بالراحه وركز في الكلمه اللي بتقلب المعنى. بص، في اوقات كتيره الطالب بيجري على حل السؤال من غير ما يفهم السؤال كويس، وهو ده طبعا اللي بيخليه يغلط في اي سؤال بسيط. والمفتاح هنا بقى في الكلمات اللي بتغير المعنى، زي غير او كلمه ما عدا او كلمه الخطأ. يعني مثلا هقولك سؤال دلوقتي ونحلوه سوا. ايا من التالي لا يعد من صفات الكائنات الحيه. ولو هنا بقى في السؤال ما خدتش بالك من كلمه لا، هتختار اجابه انت شايفها صح بس في نظر السؤال هي غلط. فنصيحه مني وانت بتقرا السؤال، الكلمات المهمه زي خطأ او ما عدا او كلمه لا اعمل حواليها دايره، علشان الكلمه دي هي اللي هتحدد الاجابه بتاعتك. وتاني استراتيجيه، ابدا بالاختيارات قبل ما تحل. بص على الاربع اختيارات الاول علشان تعرف دماغ اللي حاطط الامتحان رايحه فين. عارف ليه؟ علشان ساعات الاختيارات اللي قدامك بتساعدك ان انت تفتكر المعلومه حتى لو انت مش مذاكرها كويس. يعني مثلا هسالك سؤال واقول لك العضو اللي بينتج الانسولين هو ايه؟ حتى لو انت ناسي الاجابه هتشوف في الاختيارات الكبد، البنكرياس، القلب، الرئه. فانت حتى لو مش مذاكر ممكن عينك تيجي على البنكرياس وانت كنت شايف البنكرياس عليك في المنهج قبل كده، فدماغك تقولك في الامتحان البنكرياس يعني السكر، السكر يعني البنكرياس، انا هختار البنكرياس، وبالتالي حليت السؤال صح. وثالث استراتيجيه، استبعد اللي انت شايفه غلط. يعني مثلا لو انت قريت السؤال وشاكك الاتنين غلط، يبقى استبعد بسرعه الاتنين اللي انت شايفهم غلط، وبالتالي فرصتك زادت. انت كده حولت السؤال من 4 اختيارات لاختيارين بس، وبالتالي هتحل السؤال بنسبة 50% صح. يعني مثلا جالك سؤال في الامتحان بيتكلم عن النبات وانت مش عارف الإجابة، بس في اختيارات بتتكلم عن الحيوان، يبقى الاختيارات اللي بتتكلم عن الحيوان كلها غلط. فانت استبعدت اللي غلط ومتأكد ان هو غلط بنسبة 100%، وبالتالي فرصتك زادت ان انت تحل السؤال صح. رابع استراتيجية، خمن بذكاء مش عشوائي. وده طبعا لان في اسئلة بتيجي حتى لو مش مذاكر فكرتها هتعرف تحل السؤال، علشان الاسئلة دي بتبقى مبنية على المنطق او شكل الكلام. يعني مثلا لو جبت لك سؤال في الامتحان بيتكلم عن الخلايا النباتيه، وثلاث اختيارات موجودين عندك بيتكلموا عن حاجه بتحصل في الدماغ، وفي اختيار واحد بيتكلم عن السيتوبلازم. السيتوبلازم الميه اللي عايم فيها كل المكونات اللي موجوده في الخليه، الميه اللي شايله كل مكونات الخليه، وبالتالي السيتوبلازم هي دي الاجابه الاقرب. فغالبا الاجابه الصح دايما بيكون فيها مصطلح علمي واضح او شكل مترتب. والاستراتيجيه الخامسه، حل الاسهل وبعد كده تعالى على الصعب، علشان لو انت بدات بالاسهل هتدي لنفسك دفعه ثقه، وده هيخلي دماغك تشتغل اكتر في الامتحان. طب ازاي تعمل كده؟ بص، انت تلف على الامتحان كله، تبص على الامتحان كله، والسؤال اللي شكله مفهوم او قابل للتخمين هو ده السؤال السهل، ابدأ بيه. لكن الصعب بقى خليه في الاخر لما تكون خلاص خدت على الجو. والاستراتيجيه السادسه، احيانا السؤال بيكون فيه نص الاجابه. بيبقى فيه اسئله كده خصوصا في العربي او الاحياء او الجغرافيا بتلاقي الجمله نفسها بتدل على الاجابه، زي مثلا الهرمون اللي بينظم السكر في الدم وبيفرز من البنكرياس. انت لو ركزت في السؤال كويس هتلاقي ان السؤال بيديك تلميح قوي ان سكر في الدم وبيتفرز من البنكرياس اكيد الانسولين، ودي الاجابه الصح. فركز كويس وانت بتقرا السؤال عشان احيانا الاجابه بتبقى في السؤال ذات نفسه. والاستراتيجيه الاخيره بقى، الهدوء نص الحل. بص، لو انت دخلت الامتحان وانت قلقان هتلاقي دماغك بتقفل حتى لو انت مذاكر كويس. طب الحل ايه؟ بص، انت تاخد نفس صغير وتسترخي وتقول دعاء صغير قبل ما تبدا تحل، وما تقلقش من السؤال وركز كويس وافهمه، لان دايما الحل بتاع السؤال بيجي وانت هادي. وخلي بالك ركز، انا مش بقولك الكلام ده النهارده علشان تعتمد عليه وتسيب المذاكره، انا بنقولك كده عشان لو حصل ودخلت الامتحان وانت مش جاهز تعرف تلعبها صح، يكون في امل معاك ومفتاح في جيبك اللي انت تجيب السؤال تعرف تتعامل معاه. لان دايما الامتحانات اللي بتيجي يا شباب مش حفظ بس، دي كمان مبنيه على المنطق والتفكير. فانت لازم تبقى مستعد قبل ما تخش الامتحان اللي انت تستخدم دماغك وتخليك ذكي، علشان لو في سؤال وقف معاك تعرف تتعامل معاه. وبكده بقى نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. ولو الفيديو فادك بجد انزل دلوقتي دوس لايك للفيديو واشترك في القناه واستنى اللي جاي اقوى. سلام.